كيفاش ان شركه ديال الحوايج مشهوره وعالميه قدرت انها تقلب طاوله على الفيفا والقوانين ديالها في هذا المونديال ودير اشهار اللي شافوه الملايين ديال البشر بلا ما تخلص حتى شي درهم. فيفا في هذا المونديال طبقت واحد القانون اللي سماتو الكلين ستاديوم بوليسي، يعني سياسه الملاعب النظيفه، واللي كتعني ان جميع الشركات اللي كانوا كيديروا الاشهارات في الملاعب ديال NFL ديالهم كان خصهم يتحيدوا ويخليو فقط الرعاة الرسميين اللي هما اللي يكون الاشهارات ديالهم في المونديال، اللي هما اللي كيدفعوا الملايير ديال الفلوس للفيفا. هذا القانون اللي كان صارم بزاف لدرجه ان الفيفا قدرات تغير الاسماء ديال الملاعب ديال NFL ديالها، الاسماء ديال جغرافيا نقولوا، بحال مثلا التيران اللي لعبت فيه المغرب راه ما سميتوش بوسطن ستاديوم ولكن سميتوه جيلات ستاديوم. اللي لعبنا فيه الماتش الاول كان سميتو نورمالمون ميت لايف ستاديوم، ولكن دابا سماوه نيو جيرسي ستاديوم. هذا الشيء هذا اللي خلى ان الشركات اللي كانوا دايرين الاشهارات قبل في هذه الملاعب ديال NFL غضبوا بزاف لدرجه انهم ولاو في صراعات مع الفيفا. هذا الشيء الفيفا قالت لهم في العوض اللي غادي نحيدوا لي لوغو ديالكم ولي بانر ديالكم من وسط التيرانات، وفاش يسالي المونديال نعاودوا نردوهم، من الاحسن نكتفيو اننا نغطيوهم بشي زار ابيض ولا بشي كولور ابيض حتى يسالي المونديال. هذا الشيء هذا هو اللي شداتو هذه الشركه ديال الملابس المشهوره اللي هي ليفيس، وخداتو من واحد الكوتي بوزيتيف قدرت انها تخدم عليه وتربح فيه. هي ليفيس شركه اللي ذكيه بزاف وسيرتو في كوتي ماركتينغ، حيت فاش خرج القانون ديال انهم خصهم يغطيو لي لوغو والسميات ديال البراند ديالهم بالابيض، دارت داكشي اللي ما داروهش بزاف ديال الشركات، واللي هو انها غطات لو نون ديال البراند ديالها، ولكن فاش وصلت اللوغو دارت له واحد التغطيه اللي دقيقه باش الا شفتيه انت ولا انا ولا واحد اخر يعرف باللي هذاك اللوغو ديال ليفيس بلا ما يحتاج يقرا السميه ديال البراند. وزادت ودارت واحد الريل اللي ضحكات به شويه على لا فيفا وعلى القانون ديالها، وكتبت فيه welcome the world to the beautiful redacted stadium. هذا الشيء هو اللي كيتسمى في عالم الماركتينغ امبرش ماركتينغ او التسويق الخفي. متنساش الا عجبوك بحال هاد الفيديوهات واستفدتي جيم كومونتير بارطاجي الفيديو مع صحابك. تشاو.